صباح الفل او مساء الفل على حسب ما بتشوفوني. اهلا وسهلا بيكم من مطبخ رانيا طلعت. النهارده عايزين نعمل كيكه اقتصاديه جدا. اولا مش هتكلفك كتير، هنعملها من غير بيض. كل اللي هتكلفنا مثلا كلنا في بيتنا عندنا كاكاو، عندنا دقيق، عندنا شويه زيت صغيرين، في لبن. اي صوص عندك في التلاجة شايلاه مثلا كنت بتعملي بيه اي حاجه لاولادك، هتطلعيه تاخدي منه معلقه بسيطه. يعني مش هتكلفنا اي حاجه، او كلها محتويات من البيت عندنا. وكيكه صغيره اقدر ان انا اعملها لابني مع كوبايه لبن، حسب ما بتحب تديله. المقادير طبعا كلها زي ما انا محطاها. عندي هنا دقيق نخلاه، عندي كاكاو نخلاه، عندي شويه زيت هاخد منهم، عندي هنا معلقتين او 3 معالق بسكوت لوتس، تقدري تستبدليه باي بسكوت عادي، فرماه بالطريقه دي كده. عندي شوية لبن صغيرين، عندي سكر، عندي بقى المجات اللي هي تدخل الميكروويف. المجات دي هتدخل الميكروويف لمدة دقيقة، يعني أنا هعمل كيكة لمدة دقيقة. ما عندكيش المجات تقدري تستبدليها ببولات كده وتدخل الميكروويف، تمام وزي الفل. والحشوات بقى بتاعت الكيكة تقدري تلعبي فيها زي ما انت عايزة. يعني احنا دلوقتي هنعمل واحدة شوكولاتة، هنعمل واحدة بيضة، هنعمل واحدة باللوتس. تقدري عندك صوص لوتس تحطي، وشوية بسكوت من اللي احنا طحنينه. اول حاجة هاخد معلقتين بالمعلقة المعيارية دي. والطقم ده يا جماعة مش غالي، رخيص جدا، هيوفر عليكي كتير جدا. عشان تبقي معايرة المقادير بتاعتك كلها زي بعضها مظبوطة. هناخد معلقتين ممسوحين بالطريقة دي كده، معلقتين دقيق ممسوحين كده. هناخد بقى نص معلقة كاكاو، المعلقة دي بردك اهي، دي نص معلقة كاكاو. والكاكاو يكون كاكاو خام عندي، ويكون نوعية كويسة عشان يديني طعم حلو قوي في الكيكة. تاني حاجة معايا معلقة واحدة مسح بردك سكر كله على بعضه اهو. ومعايا معلقة واحدة زيت كده. معايا 3 معالق حليب او لبن اهو كده. هعمل دلوقتي ايه؟ هجيب البيكنج باودر اللي بستخدمه اهو، وهحط ربع معلقة بالطريقة دي كده، ربع معلقة بيكنج باودر. وهقلب كل المحتويات دي مع بعضها اهو. انا محبتش اقلبها في المج عشان المج ما يتوسخش مني واضطر ان انا امسحه اهو كده. واقلب كله مع بعضه كويس جدا. خلاص هنا قلبت كويس جدا زي ما احنا شايفين الخليط بتاعنا اهو. كل اللي هبتدي ان انا اجيبه المج واعمل حسابي اهي. هنا بقى نيجي بقى للحشوات. انا عندي هنا عندي النوتيلا اهو، او اللي هي نوع تاني زي النوتيلا بالظبط. بنحطها كده في نص المج كده، تمام قوي كده. كل اللي هعمله هدخله الميكروويف على دقيقة واحدة، ونشوف شكله اما يطلع ونشوف هنعمل فيه ايه. شايفين المنظر؟ هي طالعة هشة جدا. هديها بس رشة سكر بودرة خفيفة كده على الوش، مش عايزة اكتر من كده اهي. هنا هنعمل باللوتس. عندي بسكوت لوتس زي ما احنا شايفين،
او البديل بتاعه اي بسكوت مصري تحبيه. هنزل عندي هنا اقل من ربع معلقة صغيرة قرفة، ودي لازم ضروري تدينا طعم حلو. عندي معلقة سكر، عندي معلقة دقيق، عندي معلقتين من بسكوت اللوتس اهو، ربع معلقة البيكنج باودر، عندي معلقة من الزيت، 3 معالق من اللبن اهو كده، بالطريقة دي كده، وهقلب كله مع بعضه واتأكد ان كله باخد الحروف كويس عشان ما الاقيش اي تكتلات عندي. وريحة القرفة عندي طالعة تحفة. نازلة في المج بتاعي اهو بالخليط ده. عايزة تعمليه في اي بولة عندك مفيش اي مشكلة نهائي. اهو زي ما احنا شايفين صوص اللوتس، دي كانت العلبة الكبيرة اللي هي بتبقى كيلو، وده اللي فاضل منها فحطيته في بطرمان. بروح حطاها في النص كده، دي اللي هي باللوتس. طيب انا دلوقتي عندي مربى الحليب اللي انا عاملاها اهي، ونحطها جنب كيكة الشوكولاتة. دلوقتي عايزين نجرب نعمل مع بعض واحدة ببودرة اليوستفندي اللي عملناها مع بعض، ودي موجودة طريقتها على الفيس. هاخد بردك نفس المقادير بتاعتي، معلقتين دقيق، او بقى هنا هخليهم معلقتين ونص، معلقتين ونص دقيق، ومعلقة من السكر، اهي 3 معالق من اللبن، معلقة من الزيت، ربع معلقة من البيكنج باودر كده اهي، ومعايا بودرة اليوستفندي اللي احنا عملناها، هاخد منها اهي اقل من ربع معلقة، وما تخافيش ما بتغمقش الدنيا معاكي. هضرب الكلام ده كله كده مع بعضه اهو، شايفين المنظر؟ ممكن طبعا ان انا احط المقادير او المكونات كلها على بعض وفي المج بتاعي، بس انا مش عايزه المج بتاعي يتوسخ، يبقى الحروف بتاعته متوسخه. انا بعملها في بوله وعادي خالص جدا اهي. هدخلها بقى الميكروويف لمده دقيقه بردك اهي. دي كيكه اليوستفندي اللي احنا عملناها ببودر اليوستفندي اللي عملناه. طبعا ممكن يتهيألك ان هي مثلا ايه ما استوتش، بس شايفين المنظر؟ مستوية اهي. في دقيقة تقدري تعملي احلى كيكة. طب نشوف بردك الشوكولاتة مع بعض. الشوكولاتة طبعا بصوا وهم
وشايفين الصوص الطري اللي جوه ده صوص النوتيلا اللي احنا حطيناه او الشوكولاته النوتيلا. شايفين المنظر اهي. دي اللي باللوتس، شايفين القلب بتاعها مع القرفه مع مربى الحليب مع صوص اللوتس في القلب، غرقان حاجه وهم. طبعا انا مش عارفه اصور لكم لان الريحه والطعم تحفه جدا، عمالين ناكل فيها. تقدري ان انت تعملي كيكايه لاولادك في خلال دقيقه واحده، ما بتاخدش منك وقت، مش مكلفه، حاجات كلها في البيت تقدري تقومي تنفذيها. عجبتك الوصفه؟ ما تنسيش اللايك والشير والفولو للشيف رانيا طلعت.